التي حققها المنتخب المغربي كأول المنتخبات العربية أو الأفريقية التي تصل إلى هذا المستوى. نتيجة كان لا يستحقها المنتخب المغربي، لكن بالهدوء والخبرة المنتخب الفرنسي يتغلب بنتيجة هدفين دون رد. المنتخب المغربي قدم مباراة رجولية وقدم فيها كل ما يستطيع، لكن الحظ لم يكن معه في هذه المرة. الفرصة قائمة لبلوغ المركز الثالث ضد المنتخب الكرواتي، داعين وآملين ومساندين المنتخب المغربي بتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. بعد هذا الحدث هناك بعض المناوئات التي جرت في فرنسا من قبل المظلمين المتطرف الفرنسي ضد الجماهير المغربية. الفرحة المغربية اكتملت، وحتى هم كانت هذه النتيجة هي مبغضة للمنتخب الفرنسي الذي لا يتمنى الخير للمنتخب المغربي. اليوم كنا في هذه الأخبار بعد مقتل طفل في عمر 14 سنة وتم دهسه من بعض السيارة